عليكم، مساكم الله بكل خير وطاعة. أكثر شغلتين لو تسأل كل شاب إيش اللي مشغل بالك، شغلتين: الرزق، وظيفة، المال اللي هو الرزق، وأيضا موضوع الزواج. بدلك على مفتاح من أعظم المفاتيح، وهو دعاء قرآني إلهي. والأدعية القرآنية اللي وردت في كتاب الله ونزل بها جبريل عليه السلام في آي القرآن من أعظم الأدعية اللي يتقرب بها إلى الله، وهي بإذن الله مظنة الإجابة. أي دعاء في كتاب الله، وهذا الدعاء اللي بدلك عليه بإذن الله يكون مفتاح للرزق والزواج. رزق، وظيفة، عمل، تجارة، استثمار، سداد ديون. والثاني يعني الرزق ثم الزواج هو قول الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الدعاء فيه تضرع وتوحيد وابتهال وافتقار إلى الواحد القهار، وما تقرب إلى الله بمثل الاعتراف بضعفك وفقرك للغني الحميد سبحانه وتعالى. هذا الدعاء ليش بإذن الله مظنة الإجابة، أو ليش هو أنصحك به للدعاء لتحصيل الرزق والزواج؟ لأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دعا به. قال لما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عقب الله بالفاء بعدها قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فحصل الأمان، ثم حصل الرزق اللي هي الوظيفة عند هذا الرجل الصالح، ثم حصل الزواج من إحدى الفتاتين. فإذا أردت الزواج وأردت الرزق فتضرع إلى الله بافتقارك، فإنه ما تقرب إلى الله الواحد القهار بمثل الافتقار إليه. ثم عليك بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسأل الله أن يصب علي وعليك وعليك الرزق صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا كدا، وأن ييسر الزواج لشبابنا وفتياتنا من الشباب الصالحين والفتيات الصالحات.